اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واسنى السلام. الحمد لله الحمد لله. تميت 1000 صلاة على النبي. خلصنا الورد النهارده الحمد لله. السلام عليكم يا معتز، عامل ايه؟ ايه الجمال ده يا معتز؟ صليت على النبي 1000 مرة؟ ربنا يقويك يا رب. ربنا معاك حبيبي يا اسلام. انا عامل ورد يوم للصلاة على النبي. انت ايه اخبارك مع الصلاة يا اسلام؟ طمنا عليك كده. والله انا منقطع عن الصلاة الصراحة، مش هكدب عليك. انت كده تايه يا اسلام. المفروض تحدد اولوياتك في اليوم، يعني تحط الصلاه دي في اول حاجه. والله الصراحه انا اول ما بصحى من النوم بلاقي اليوم عدى مره واحده، اليوم عدى فريره كده على طول. ازاي ما معتز احطها في الاولويات؟ اولويات بمعنى ان اي حاجه في وقت الاذان، اي فرض من الفروض وانت حاجه بتعملها مثلا او كده، المفروض تقوم تصلي وتسيب الحاجه اللي انت بتعملها دي. تمام يا معتز، انا باين عندي مشوار كده اخلصه وابقى اجي لك ونقعد مع بعض شويه كده ونروق مع بعض شويه. يلا سلام. تمام يا اسلام، ابقى اشوفك بقى. وزي ما عرفتكم ان ده مشهد تمثيلي ولا يمت للواقع بصله، وقصه اسلام دي مش حقيقيه. وعلى فكره مفيش صدفه، لعلها رساله ليك من ربنا. يمكن ربنا عاوزك تسمع الكلام ده، وعاوز الفيديو ده يوصل لكل الاماكن، عاوزك تكون سبب في وصول نور لناس كتير. وما يمنعش انك لازم تصحى من النهارده، والله ما يفرق انت شاب ولا عندك 60 سنه. ولكن لو دقينا في الموضوع هنلاقي ان الموت ملوش ميعاد، ولا في رنة جرس بتحذرك انك هتموت. الموضوع مرعب على فكره. ياما شفنا شباب ماتوا في سن صغير، حتى اطفال، ويا على رحمه ربنا ومغفرته. ربنا واسع الرحمه. لو انت عندك ايه عامل البدع اللي في الحياه كلها، جربت كل الغلط اللي في الحياه، ربنا واسع المغفره وربنا رحيم جدا بعباده. ارجع، والله الصلاه دي اهم اسس الحياه، ولا هي عبء على حد عارف قيمه الصلاه. بالعكس ده بتجدد يومه. كل صلاه عامله زي حاجه بتطبطب عليه، والله حياتك هتتغير 180 درجه لو صليت. وفعلا انا كنت ما بصليش، ولكن اول ما رجعت حياتي اتغيرت بالكامل. انت اللي بتشاهدني انسان، الانسان ده عنده قدر من الطاقه. زي مثلا انت عاوز تنجح، عاوز توصل لحاجه في حياتك، بتبذل كل مجهودك وفعلا ما بتوصلش لحاجه. وقسما بالله انا كنت الشخص ده فعلا قبل ما اصلي، ولكن اول ما رجعت اصلي بدا التوفيق من كل حاجه. التوفيق اللي من خالق الدنيا دي كلها، قادر على كل شيء، خالق السماوات والارض، خالق 200 مليار مجره ولسه مش عارفين يوصلوا للباقي. يعني في رقم هائل اكبر من ده، 400 مليار نجم، خالق 1 سبتليون كوكب. رقم فلكي. ايه الارقام المرعبه دي؟ والسبتليون بعد التريليون وبعد التريليون، انا مش متذكر. انت متخيل خالق كل الاشياء دي ومش هيوفقك في تحقيق حلمك؟ ارجع صلي، واول ما تجيب اخرك بيجي التوفيق اللي مش بيجي غير من عند الله. انت فرغت طاقتك، مش عارف تعمل حاجه، متكتف. التوفيق ده بيحقق انجازاتك وطموحاتك. ارجع صلي، انت صليت يساوي وصول لحلمك. بس ربنا بيقول توبوا توبه نصوحه. توب فعليا، تكون حابب التوبه. وحاجه مهمه اخيره، وهي اعرف ايه اللي منعك عن الصلاه. دور على اي حاجه حتى لو قد كده، اهو مثلا لو على جنابه، ربنا يهديكم جميعا. روح استحمى والهدايه بتيجي بعدين من الحاجه التانيه، بس تدريجي. واعرف ان ربنا غفور رحيم. وبس كده، يا رب اكون في حسن ظنكم، ولو استفدتوا لو ل1%. وكان معكم ياسر أزامل من قناة معتز بالفكرة.